سباكيتي بصوص البيستو تحفه بجد. اول حاجه عندي جبتها طبعا وهي كيس مكرونه سباكيتي، وخليت الميه تغلي عندي ونزلت بالمكرونه سباكيتي على طول. وبعد ما نزلت بالمكرونه صفيته كويس وخليت المكرونه فيها سنه بسيطه ما استوتش. وبعد كده اديت لها معلقتين من الزيت وقلبت الزيت مع المكرونه عشان يتوزع ويبقى مفرفره معايا بالشكل ده. بعد كده جبت طاسه عندي اديت لها معلقتين من الزيت ومعلقه من الثوم الكبيره، لو مفروم شغال، لو متقطع قطع صغيره برضو شغال. اهم حاجه طبعا البيستو ده يبقى 4 معالق على الاقل عشان خاطر هو ده طبق المكرونه. بعد كده الملح طبعا على حسب الرغبه. اهم حاجه الثوم ما يتحرقش، يبقى بس ايه في سنه بسيطه ابيض على محمر. بعد كده اقلب المكرونه وكده الطبق جاهز معايا. طبعا الطبق دوت مفيد جدا وصحي وكل حاجه كويسه فيه للناس اللي هي ما بتحبش الوايت صوص ولا الريد صوص. اتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تدعموني على قناتي وتقولوا لي رايكم في الطبق دوت. وطبق معروف. اشوفكم في حلقه جديده وطبق جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشاو.